السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله غادي نتعرفوا على الذكاء الاصطناعي الوكيل أو Agentic AI. شنو هو الذكاء الاصطناعي الوكيل؟ شنو هو الفرق ما بينه وبين الذكاء الاصطناعي اللي كنعرفوا أو النماذج اللغوية اللي كنعرفوا؟ النماذج اللغوية اللي كنعرفوا بحال ChatGPT كتدخل كتسولو كيجاوبك، هادي واحد النماذج لغوية اللي مدربة على مجموعة ديال البيانات، واحد البيانات ضخمة كتسولها كتجاوبك. هذا ببساطة النماذج اللغوية أو لا المميزات ديال النماذج اللغوية. الذكاء الاصطناعي الوكيل لا، الذكاء الاصطناعي كتعطيه تعليمات كيمشي كينفذ هذيك التعليمات نيابة عنك، أو لا كتعطيه واحد التوكيل، داكشي اللي سموه ذكاء اصطناعي وكيل Agentic AI، جاية من agent، يعني كتعطيه واحد المهام كيمشي كينفذها. مثلا عندك واحد المهام اللي روتينية اللي غادي تشدك الوقت، كتعطيه الذكاء الاصطناعي الوكيل تعليمات كتوضح ليه يعني هذيك المهام اللي خصو يمشي يديرها، وكيمشي كيديرها وكيعطيك النتيجة. من بين الشركات الأولى اللي خرّجت هاد المنتجات ولا هاد الخدمات ديال الذكاء الاصطناعي الوكيل هو مانيوس. مانيوس هو واحد الذكاء الاصطناعي صيني كيخدم بالرصيد بطبيعة الحال، لأن الذكاء الاصطناعي هو أغلى من الذكاء الاصطناعي العادي أو النماذج اللغوية. علاش؟ لأنه كيمشي كينفّذ مهام، كيدخل لمواقع، كيحلّل بيانات، كيقدر مثلًا تقول ليه سير دير ليا واحد البحث على واحد المنتج، بغيتي تبيع واحد المنتج وبغيتي تدرس السوق، فكتعطيه التفاصيل، كتعطيه التعليمات، كيمشي كيدخل للمواقع اللي كيبيعوا هذا المنتج ولا منتج شبيه به، كيستخرج هذيك المعلومات بحال الوصف، بحال الثمن، بحال عدد المبيعات، بحال مثلًا يستخرج المراجعات ديال المستخدمين. وتقول ليه مثلًا أنه حلّل هذيك البيانات ويعطيك النتيجة على شكل مثلًا تطبيق ويب تفاعلي، فغيستخرج البيانات وغيصايب لك واحد التطبيق ويب تفاعلي. وهذا الشيء بطبيعة الحال كيحتاج طاقة، كيحتاج يعني واحد القدرة حاسوبية عالية. داك الشيء علاش هو يعني غالي بطبيعة الحال. مانيوس كيعطيك واحد الرصيد مجاني باش كتخدم به باش كتبدا. إلا استهلكتي هذا الرصيد فيمكن ليك يعني أنك تشترك في الخدمة المدفوعة. باختصار فهذا هو مانيوس، هذه هي الواجهة ديالو. بطبيعة الحال يمكن ليك تهبط لتحت إذن دير هنا explore use case وتستكشف يعني أمثلة على طريقة استخدام مانيوس. مثلًا إلا مشينا لresearch قلّبنا مجموعة ديال الأمثلة ديال research البحث مثلًا على معلومات ما. على سبيل المثال عندنا بزاف ديال الأمثلة. مثلًا إذًا research نشوفوا مثلًا شي مثال. مثلًا نشوفوا هذا، شوفوا غير الطريقة باش كيخدم ولا هاد الأمثلة كيفاش كتخدم. هاد الأمثلة كتعطيك مثلًا تشوف الprompt اللي تعطى. مثلًا هذا واحد المستخدم عطى لمانيس واحد الprompt ولا واحد التوجيه، ومانيس مشى بدا كينفذ يعني هاد التعليمات. فكيدخل لمواقع كيحلل هاد المواقع، مثلًا ها هو دخل لهاد الموقع هذا، دخل لهاد الموقع آخر عاوتاني، وهنا كاينين المهام. فهنا دار واحد الcommand كما كنشوفوا هنا MK داير، فهو هنا دار واحد virtual machine Linux. هنا دار واحد الفايل، هنا دار واحد العملية ديال البحث. مثلًا يمكن لك هنا فاش تشوف العملية ديال البحث، هذه هي العملية ديال البحث، استخرج مجموعة ديال المواقع. إلا هوّدنا لتحت غنلقاه مثلًا وصل لواحد الملف مثلًا PDF، وكتبقى متبّع معاه وكتشوف المهام اللي كيدير. في النهاية كيعطيك يعني النتيجة النهائية، سواء طلبتي منه ملف نصي ملخص عبارة عن ملف نصي، أولا مثلًا موقع تفاعلي يصايب لك موقع تفاعلي باش كتشوف مثلًا الإحصائيات، الأرقام إلى آخره. فغادي نرجعوا لمانيس وغادي نختاروا الوضع ديال الagent. فعندنا 3 ديال الأوضاع، عندنا الadaptive هذا فيه الagent وفيه الchat، هذا فيه الagent فقط وهذا فيه الchat. الchat فابور، الchat ما غتحتاجش فيه نقاط، ولكن النمط ديال أو الوضع ديال الagent غتحتاج فيه نقاط. شنو غادي نطلبوا منه؟ مثلًا أنا بغيت نقلّب على شي بدائل ديال القهوة والشاي. مثلًا مشيتي عند الطبيب قال لك راه خصك تحيد القهوة وأتاي.
بغض النظر مثلًا عندك مشكل ديال الامتصاص بطبيعة الحال القهوة وأتاي يعني ما كيخليوش يعني بعض المعادن المهمة أنها تمتص بشكل جيد، كاين اللي عنده حساسية من الكافيين، كاين اللي كدير ليه مثلًا مشاكل في القولون العصبي إلى آخره. بغض النظر حنا بغينا بدائل ديال الشاي وديال القهوة اللي ما فيهمش الكافيين، اللي ما فيهمش هاد المشاكل اللي تكلمنا عليها. عندك الخيار التقليدي هو أنك تبقى كتبحث في المواقع، يعني كتدخل بزاف ديال المواقع كتبقى تبحث، 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 تبحث. الخيار التاني هو استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل، هو كتقول ليه أنت سير قلّب ليا على البدائل ديال هاد المنتجات. شنو غيمشي يدير؟ راه ما غيمشيش يبحث في جوجل ولا يبحث في محركات البحث ويقلّب لك على شي معلومات قديمة، لا، هو غيمشي يدخل للمواقع اللي كتبيع هاد المنتجات، وغيدخل لهاد المنتجات وغيجيبها لك، وغيجيب لك السمية، غيجيب لك الثمن، وغيجيب لك الرابط المباشر ديال هاد المنتج، بالتالي غتوفر عليك واحد الوقت كتير. فالtask اللي طلبت منه هنايا أنه غادي يقلّب في المواقع ديال التجارة الإلكترونية المغربية كيما كنشوفوا for healthy caffeine free alternative to coffee and tea. يعني غيقلّب على البدائل اللي ما فيهاش الكافيين للقهوة والشاي. requirement أن المنتج خاصو يكون مغربي مثلًا، خاصو يدخل لهداك الرابط ديال المنتج، ما يمشي يبحث في محركات البحث ويجيب ليا شي رابط اللي قديم مثلًا، لا، بغيتو يدخل لهداك المنتج ويتأكد من أن هذاك الرابط اللي فيه المنتج كاين، يعني ما يعطينيش مثلًا خطأ 404 أولا الصفحة غير موجودة. فغيجيب لينا الاسم ديال المنتج، غيجيب لينا الرابط، غيجيب لينا الdescription هاد الوصف، وغيجيب لينا الثمن. قلت ليه يجيب لي 6 ديال المنتجات، يمكن لك دير 10 20 اللي بغيتي. إذا باختصار كما سبق الإشارة نختاروا الagent وغادي نعطيوه. شوف هنا كيفكر. كيف ما كنلاحظوا فبدا كينفذ المهام. أولًا بدا كيقلّب على المواقع المغربية أولا المواقع التجارة الإلكترونية المغربية كيف ما كنلاحظوا. هنا بدا واحد المهمة ديال أنه دخل لهاد الموقع jumia.ma. إذًا ها هو كيف ما كنلاحظوا دخل لموقع jumia.ma وبدا كيتصفح، والآن غادي يدير واحد العمليات ديال البحث. إذًا كما كنلاحظوا فهو الآن كيدير عملية ديال البحث وكأنني أنا اللي داخل كندير عملية ديال البحث، ولكن في الحقيقة هو الذكاء الاصطناعي الوكيل اللي كيدير هاد العملية. أنا يمكن ليا نمشي ندير شي حاجة، نقضي شي غلط، نخليه هو خدام ملي نجي نلقى النتيجة النهائية. إذًا كما كنلاحظوا فهو داخل للرابط يدير المنتج باش يتأكد أن المنتج كاين، ما يعطيناش رابط منين ندخلوا ليه يقول لنا الصفحة غير موجودة. إذًا فهو كيجمع البيانات الآن ديال المنتج الأول، عطانا الوصف، الاسم، الرابط، الثمن إلى آخره، وغادي يكمّل هاد العملية. إذًا فهو في الكلمة المفتاحية استخدم herbal tea أو شاي الأعشاب. يمكن لينا نوضحوا ليه في الprompt. إلا كان عندك مثلًا كتعرف شي منتج يمكن لك توضحوا ليه في الprompt ويقلّب لك على هذاك المنتج اللي بغيتي في أغلب المواقع المغربية اللي كتبيع هاد المنتج. إذًا فهو حاول يدخل لموقع آخر وواجه مشكل، أولا حاول يتصفح شي منتج وواجه مشكل. إذًا كما كنلاحظوا إذا هذا المنتج الثاني أولا product 2. إذا غادي نتسناو يعني الحين يعني الانتهاء من يعني جمع هاد المعلومات أولا هاد المنتجات. إذًا كيف ما كنلاحظوا فهذا هو التقرير النهائي، عطاه لينا باللغة الإنجليزية، يمكن لينا نطلبوا منه أنه يعطيه لينا باللغة العربية إلا بغينا.
وغادي نشوفو، مثلًا غنشوفو هاد المنتج، إذًا هذا هو المنتج اللي مشى جابو. بطبيعة الحال إلا مثلًا كنتِ بغيتي مانيس أنه يجيب لك هاد المنتجات من موقع آخر، أولا يستثني بعض المواقع، مثلًا ما كتبغيش تقدّم لهاد الموقع لسبب من الأسباب، يعني هاد شي مسائل يعني كتخصك، فيمكن لك تقول ليه أنه يتجنب الدخول لهاد الموقع، ولا في الprompt تقول ليه exclude this website مثلًا، تقول ليه ما تدخلش لهاد الموقع هذا. فهو جاب لينا الاسم ديال المنتج، جاب لينا الرابط، جاب لينا الوصف، وجاب لينا الثمن. بطبيعة الحال حنا طلبنا منه 6 ديال المنتجات، فهو جاب لينا 6 ديال المنتجات. بطبيعة الحال كاينين المواقع اللي كيسمحوا للذكاء الاصطناعي الوكيل يدخلوا ليهم، وكاين اللي ما كيسمحوش. على سبيل المثال الموقع ديال مرجان ما كيسمحش للذكاء الاصطناعي الوكيل أنه يدخل ليه، ما يمكنش لك دير هاد العملية مع موقع مرجان.m. مثلًا غنسولوه كانيو، نقول ليه واش كتقدر تدخل لهاد الموقع مرجان.m. شوفوا هو الآن في المتصفح وغيحاول يدخل لموقع ديال مرجان. شنو كنلاحظوا هنا؟ أنه كنلاحظوا أن مرجان كيمنع البوت ديال المانيوس من أنه يدخل للموقع ديالو، وغالبًا هاد الشكل هذا عبارة على firewall تابع لشركة ديال Cloudflare. فمرجان كتستخدم Cloudflare باش تمنع البوتات ديال الذكاء الصناعي من أنها تدخل للموقع ديالها. يعني ميمكنش لك تطبّق هاد العملية مع موقع مرجان، أولا ممكن تستخدم شي ذكاء صناعي اللي كيستخدم شي طرق باش يتجاوز هاد النوع ديال الfirewall، ولكن باش تقلّب على هاد النوع ديال الذكاء الصناعي ربما يكون صعيب، ولا خصك ديرو محلي local في الحاسوب ديالك. كاينين هاد بطبيعة الحال، كاين مشاريع في GitHub اللي كيوفروا يعني ذكاء اصطناعي وكيل مفتوح المصدر. فهذه هي الفكرة. أولًا خاصك تكتب واحد الprompt واضح، مثلًا في هاد الprompt وضح لنا ليه شنو الهدف اللي بغينا. بغينا بدائل ديال الكافيين، أولا بدائل ديال القهوة والشاي اللي ما فيهاش الكافيين، في مواقع مغربية. مثلًا بغيتي تستثني مواقع، مثلًا بغيتي شي يدخل لجوميا على سبيل المثال، ما كتقداش من جوميا، قُل ليه exclude جوميا وغيمشي يقلّب على المواقع البديلة. بطبيعة الحال غيدخل المواقع اللي كتسمح بالدخول للبوت ديال مانيوس. جرّبنا هنا في مرجان، مرجان كيمنع هاد البوت، بالتالي ما يمكنش لك تستخدم مانيس وتقول ليه سير قلّب في مرجان. فكانت هذه هي الفكرة، فكرة استخدام يعني الذكاء الاصطناعي الوكيل. هذا تطبيق من التطبيقات، فممكن تستخدمه يعني في عدة مجالات. وغادي نتعرفوا بطبيعة الحال الذكاء الاصطناعي الوكيل بشكل أكثر في الشروحات القادمة إن شاء الله. إذًا كان هذا هو الفيديو، شكرًا.